كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى. السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس نتوما وليداتكم وكاع حبابكم. ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال يا رب. وكما عودتكم دائما في البدايه كل فيديو نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على سيد الخلق عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. اليوم ان شاء الله حبيبتي راح نشارك معكم روتيني تاع نهار اليوم، كيفاش درت جوزته. فيه وصفه بزاف شابه تاع مملحات شغل ديريهم على شكل خبزه، ساهلين بزاف في التشكيل تاعهم. راح نبدا لكم بالحشو هو الاول البنات. كما راكم تشوفوا كنت ديت حبيبه تاع البصل متوسطه، طحنتها في شويه في الروبو بصح ما طحنوش حتى كي تطلق الماء تاعها غير شويه برك، ولا تقدروا تقطعوها مكعبات. درتها في المقله وزدت معها جواته فلفله طرشي حتى هو طحنته في الروبو. من الاحسن تضاعفوا المقادير البنات. انا كي قليت الخضره تاعي حسيتها قليله، زدت شويه تاع البصل وشويه تاع فلفله طرشي برك. بغيت نقول لكم البنات نتوما من الاحسن تضاعفوا المقادير، ديروا حبه تاع البصل الكبيره ولا زوج متوسطين مع زوج جويه تاع فلفله طرشي، هكا بيقد لكم الحشو. انا في الحق كي ولا يتقلى شت هذيك الخضره ذبالت حسيتها بلي قليله، زدت جويه تاع فلفله طرشي ونص حبيبه تاع البصل كانت شويه كبيره. درت سنينه تاع الثوم، زيت، ملح، فلفل كحل وشويه تاع الفلفل الدريس اللي يبغي الحار واللي ما يبغيش يقدر يستغنى عليه. خليتهم يتقلاو على النار وجيت هنا باه نوجد لاباط. كيما شتوني كنت درت عبر تاع الماء اللي يكون دافي مع عبر تاع الحليب يكون دافي، وعبرت بالكاس تاع 200 مليلتر. تبغوا تكبروا العبر ولا تصغروا. انا جاني هذا العبر هذاك هو في السنيوه تاع الفوق. ومن بعد البنات كنت زدت عليهم مغرفه كبيره تاع الاكل خميره الخبز مع نص مغرفه تاع السكر. خلطت هذه المقادير مليح مع بعض ومن بعد زدت عليهم بياض تاع حبه بيض وصفار احتفظت به. من بعد ندهن به الوجه تاع المملحات. زدت مغرفه تاع الخل، نص كاس تاع الزيت، ودرت الملح ونص كيس تاع الخميره الكيميائيه ما يعد المغرفه صغيره تاع القهوه. وزدت الفرينه، بقيت نزيد في الفرينه حتى تلمت عندي لاباط. تحصلت على عجينه اللي تكون تتلاصق وتكون طريه وما تكونش يابسه بزاف، هكا باه لاباط تجينا خفيفه تاع هاد المملحات. غطيتها كيما شفتوا، غير لميتها برك وغطيتها وخليتها ريحت. نخليها حتى كي يضاعف الحجم تاعها. وهنا رجعت لهذاك الحشو كيما شفتوا البنات. كنت زدت له شويه تاع الزيتون اللي كنت قطعته، وزدت له مغرفه كبيره تاع الاكل طوماطيش كونسونطري خليتها تقلات شويه وهذاك الزيتون طلق البنه تاعو. ومن بعد طفيت عليهم وزدت عليهم علبه تاع الطون تاع الزيت. تبقى اختياريه، تقدروا ديروا من الاول الدجاج ولا ديروا فيونداشي. انا فضلت باش نديرها غير بالطون. طفيت على الحشو وخليته يبرد. هنا كانت العجينه خمرت، كسرت لها الخمور وقسمتها على زوج، درتها على جزئين يكونوا متساويين. راح نحل الجزء الاول كيما شفتوني رشيت طاوله العمل مليح بالفرينه. لازم نتاكدوا باللي العجينه ما تكونش لاصقه. مره على مره نرشوا الفرينه، نحلوها على شكل مستطيل بسمك يكون رقيق. وراح ندير فوقها هذاك الحشو اللي يكون بارد، لازم يكون بارد باه ما يقطعناش العجينه. نسيي نمشيه هكا بالمغرفه. درتو كامل الحشو البنات. بعد ما مشيتو هنا في الحق البنات وللامانه استعملت يدي باسكو بالمغرفه شويه صعيب لانه جاي شويه ناشف ولازم يكون ناشف هكا باش ما يخرجناش من لاباط، لاصوص تاعو ما تخرجش من لاباط. وفاني كميات تاعو قليله على هذيك اللي ما يبغيش يمشي بالمغرفه شغل يقطع العجينه. من الاحسن تستعملوا يديكم. انا هذيك القطعه كي استعملت يدي ما بغيتش نوري لكم، كاين اللي ما يحملش كي تشوف وحده تخدم بيدها، بصح راني نقول لكم باه الا درتوا هذه الوصفه تجيكم سهله الخدمه. كيما شفتوا بعد ما مشيت الحشو مليح ومشيت ووصلته حتى للطرف وسيت نوزعو مليح على كامل العجينه. زدت شويه تاع الفرماج رابي، من الاحسن ديروا نوعيه تكون مليحه. وزدت شويه تاع المعدنوس اللي كنت قطعته وكنت حليت لاباط الجزء الزوج هذاك تاع العجينه حليته بنفس الحجم وبنفس السمك وحطيته فوق لاباط وقطعتها شرائط كيما شفتوا هكا بالطول. العرض تاع كل شريط زوج اصابع حتى لزوج ونص، هكا تنجموا ديروا فيها حتى ل4 سنتيمتر حتى ل5 سنتيمتر.
ومن بعد قسمت هذيك المستطيل كامل، قسمته على زوج صافي. تحصلت على شرائط يكونوا قصار، روليتهم ولا لويتهم كما شفتوا، وحستفتهم في السنيوه، دهنتهم بالصفار تاع البيض اللي كنت زدت له شويه تاع الحليب وقطره تاع الخل، ورشيت لهم الجلجلان ودخلتهم طابوا في فرن اللي كنت مسخنتهم قبل بربع ساعه على اعلى درجه، درتو انا على 250. وكي دخلتهم نقصت للفوق درتو على 200 درجه. راح نخليهم يطيبوا حتى كي يتنفخوا يتحمروا يدوا لون شباب كيما لتحت كيما الفوق، ونشوفهم كيف يخرجوا هايلين وبزاف بزاف خفاف ويوالموا هكا مع شوربه مع حريره مع لا سوب. انا في الحق كانت عندي لا سوب تاع الخضره قدمتهم معها، وكان هذا هو فطورنا نهار اليوم البنات. والعشيه كنت كي كانوا يطيبوا في الحق بغيت نوجد العشيه قولوا معايا يا ربي الملفاي، بغيت نوجد الملفاي باسكو كانوا طلبوه مني. قلت خلي نوجد لاباط دروك مادامني فارغه، اصلا هي شويه تبغي تريح كي نخدموا هكا لاباط لازم نريحوها. كنت وزنت 400 غرام تاع الفرينه، غربلتها وغربلت معاها رشه تاع الملح، تقريبا ربع مغرفه تاع القهوه. ومن بعد زدت خلطتها مليح لانه هاد لاباط البنات ماهيش راح تددلك، لازم تخلطوا فيها الملح مليح هكا باش يتوزع مليح في الفرينه. ومن بعد ربيت 200 غرام تاع المارغرين تاع التوريق، كانت عندي في الكونجيلاتور في الحق، كانت مجمده، خرجتها هكا بربع ساعه وربيتها. لازم تكون بارده مليح البنات، باه بعد كي تكونوا تربوا فيها ما تذوبلكمش في يديكم، تجيكم سهله في الخدمه. ربوها في الجهه الخشينه تاع السكرفاج، ومره على مره غطسوا هذيك المارغرين في الفرينه حتى تكملوا كامل هذيك الكميه. بعد ما ربيتها زدت لها مغرفه كبيره تاع الاكل زيت كيما شفتوني انا كنت عبرت بالمغرفه الصغيره، راني وريتها لكم هذيك تاع الديسير ماشي تاع لاتاي وماشي تاع الماكله. درت زوج مغارف ما يعادل مغرفه كبيره تاع الاكل زيت، وزدت نص مغرفه تاع السكر. وراح نخلط مليح هذيك المارغرين في الفرينه كشغل نرمدها مليح في الفرينه. ومن بعد زدت لها مغرفه تاع الخل كيما شفتوني انا درت زوج مغارف كيما قلت لكم اني نعبر بالمغرفه تاع الديسير. المهم خلطت مليح وزدت البنات، لميت العجينه تاعي بالماء اللي يكون بارد. دي فوا تديلي كاس غير ربع، دي فوا تديلي كاس كيما هذا المره درت لي كاس معمر. في الاول درت كاس غير ربع عبرته قدامكم قلت لكم يكون بارد، وبقيت نلم في لاباط بلا ما ندلكوها البنات. ماناش باغيين هذيك الزبده كي شغل الذوب في الفرينه، راني بغيتها تبقى ليها هكاك محببه، على هذيك اللي قلت لكم ما تدلكوهاش. ولازم الماء يكون بارد هكا باش يساعد المارغرين تبقى شاده روحها ما تذوبش. نلم العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا، قلت لكم انا في الاول درت كاس غير ربع ومن بعد زدت ربع كاس. راح نلم لاباط تاعي ونغطيها بالبابي فيلم، نكورها نغطيها بالبابي فيلم وندخلها الفريجيدير نخليها تريح هكا باش هذيك المارغرين تعاود تشد روحها الا كانت ذابت شويه من السخانه تاع يدينا. ولاباط البنات لازم تكون شاده روحها ما ديروهاش جاريه بزاف باه من بعد تعاونكم في الخدمه، ماشي يابسه وما تكونش جاريه. وكما قلت لكم سيوبه ما تدلكواش، غير تلموها برك غير بصباعتكم. راكم تشوفوا فيها لاباط راهي تبان ملي كاع ماهيش متجانسه معناتها ما ندلكتش. نغطيها نخليها تريح. هنا في هذا الوقت المملحات تاعي طابوا، شوفوا كيفاش خرجوا شابين في الشكل تاعهم، يجوا هايلين كي شغل خبزه مضفوره، يجوا روعه مام في البنه، يجوا بزاف بزاف بنان. وكيما شفتوهم ساهلين في الخدمه ماهمش كاع صعاب، ما يشدوش اليد، ومقاديرهم مام بسيطه. هذاك الحشو اقتصادي، علبه تاع التون راكي حديري سنيوه قوجه سنيوه تاع مملحات ياكلوا فيها بالك يومين. انا هذه شدت لي كلاو منها حتى شبعوا، وراه باقي منها شويه لليله ان شاء الله رايحين يسخنوا كيما دروك يكونوا كلاوه كي راكم تشوفوا في لا فيديو. المهم حبيباتي هادو هما المملحات، يجوا شغل الاصابع ولا دي ميني باغيت مضفورين، يجوا هايلين شغل مورقين من هذاك الحشو كيما قلت لكم. سيو توزعوه مليح باه كامل هاد الاصابع يجوكم معمرين بالحشو، ما يجوش غير لاباط. ومام لاباط تاعهم تجي بزاف خفيفه، تجي قطنيه هايله باه قلت لكم تساعدكم في الخدمه البنات. لاباط كي تكونوا تحلوا فيها مره على مره رشوا طاوله العمل تاعكم بالفرينه هكا باش تتاكدوا باللي ما تلصق لكمش. سورتو كي تقطعوا العجينه تروحوا ترفدوا هذوك الاصابع، الحشو كي شغل يبقى يخرج لكم مع الجناب. وحتى في الخدمه تاعهم لازم تفرصوا شويه، سورتو كي تكونوا تحلوا في العجينه الزوجه هذيك. العجينه الاولى تكون تخمر صافي، تكون تطرى، تكون تطلق في روحها، باه بعد كي ترفدوها تجيكم سهله. كيما قلت لكم انا راح نسقي لوليداتي يفطروا كيما قلت لكم، قدمتهم مع لا سوب
كانت عندي لا سوب تاع الخضره، سلكت راسي بها، زدت معاها شويه تاع شلاضه ديسير، والحمد لله على نعمتك يا ربي، ربي يدومها ناعمه عليا وعليكم ان شاء الله، ودائما تكون حلاليه. بعد الفطور، بعد ما فطرنا وصلينا الظهر وريحنا شويه، جيت لهاد لاباط اللي كانت ريحت قد ما تخلوها تريح ما تخافوش منها، حتى ولو تبات ما راح يصرى لها والو. كيما شفتوها حليتها على شكل مستطيل، يكون هكا عريض ما يكونش شريط، وطويتها كيما نطول مسمن على زوج، درت جهه على جهه، ومن بعد عاودت حليتها طولت فيها شويه، ومن بعد طويتها على 4 كيما راكم تشوفوني راني ندير دروك. تقدروا غير تطوها على 4 خلاص تخدموا بها عادي، بصح انا بغيت نزيد نحلها، حسيت بلي هذيك المارغرين مازالت كشغل محببه ما مشاتش مليح في لاباط، عاودت حليتها بشويه بالطول وزدت عرضت فيها شويه وزدت طويتها على 4. قلت لكم هذيك الطيه الاخيره اختياريه على حسب لاباط تاعكم وعلى حسب المارغرين. لا كانت بارده بزاف معناتها جامده، انا كيما قلت لكم استعملتها تقريبا جامده على هذيك اللي ما مشاتليش مليح في لاباط. هنا كنت خليتها ريحت بعد ما طويتها، ومن بعد ديت جزء منها نقصت ثلث برك، وهذوك ثلثين حليتهم بسمك رقيق تقريبا 3 ملم، 2 حتى 3 ملم على قد السنيوه. ومن بعد خليت العجينه ريحت بعد ما ثقبتها مليح بالفرشيطه ودخلتها طابت في الفوغ البنات كيما شفتوا في الاول. دخلتها غير هكا طابت، ومن بعد غير شتا بدات تطلع وبدات هكا شغل تتورق، زدت درت سنيوه واحده اخرى فوقها وخليتها كملت طيابها حتى كي حمارت. وفي هذا الوقت حنوجد الكريم باتيسير كيما شفتوا في كاسرونه. كنت ديت حبيبه تاع البيض، 4 مغارف تاع السكر وزوج مغارف كبار تاع النشا يكونوا معمرين مليح، خلطتهم مليح مع بعض وزدت لهم 2 كيسان تاع الحليب، ومن بعد خلطهم مليح، حليت هذاك النشا والبيض مليح بالحليب وحطيت الكاسرونه تاعي فوق النار، خليتها حتى كي عقدت وزدت لها شويه تاع لافاني شويه تاع مارغرين، فرغتها في الريسيبيون وغطيتها بالبابي فيلم اللي يكون يلامس الكريمه هكا باش ما ديرناش القشره من الفوق، وخليتها حتى كي بردت ولاباط كانت طابت وبردت. عبرتها كيما شفتوا، قسمتها على 3 اجزاء يكونوا متساويين، درت بينهم الكريم باتيسير اللي كانت بردت وحركت فيها شويه لانه تصيبوها في الاول شويه متماسكه. والطبقه الثالثه البنات بيان سور ماناش راح نديروا لها كريم باتيسير، نخلوها هكا باش نزينوها بالكلاصاج اللي كنت خدمته بكاس غير تاع سكر غلاس وتقريبا وحده 3 مغارف ولا تاع الحليب اللي يكون بارد، حليتهم مليح مع بعض وفرغتوها هكا من الفوق مشيتو مليح ما خليتوش هكا هبط لي مع الطرف. ومن بعد زدت خدمت كميه واحده اخرى اللي زدت لها شويه تاع الكاكاو، درت 2 مغارف تاع سكر غلاس مع مغرفه تاع صغيره تاع القهوه تاع الكاكاو، وزدت لهم شويه تاع الحليب ودرت هكا خطوط كيما شفتوا. وبالكوردون درت هذاك التزيين تاع الملفي خطوط هكا متعاكسين بعد حصلت على الشكل تاع الملفي، دخلته الفريجيدار خليته حتى كي برد لي. نورمالمون نخلوه غير هكا، انا تقلقت عليه قلت يجمد، غلطت ماشي نورمالمون نخلوه هكا في الهواء يبرد، بصح انا دخلته الفريجيدار معليش سي با غاف ما خدمتش كميه كبيره، وكنت ديجا دايره الحوايج من قبل البنات وكنت فاني نشره من قبل. نحيت هذوك اللي كنت نشرتهم ونشرت هذوك اللي كملت الماشينه غسلتهم. وراح ندور شويه في الكوزينه، عندي واحد الميناج هكا خفيف نديرو دروك انا نريح نرد النفس شويه. هذا الفيديو هو يجري وانا نجري بوراه. المهم حبيباتي حنخليكم تشوفوا لا فيديو تكملوا هذه اللقطه ونعاود نرجع معكم بعد ان شاء الله كي نروح نقطع الملفي. وهذا هو الملفي تاع الزينه، تشوفوا راهي شاهي والله غير ندمت اللي كنت خدمت كميه قليله. في الحق انا ما كليتش منه، كانت السمانه اللي فاتت شاهيته وشريت وكليت منه. انا دي فوا شوفوا راهم بزاف اللي يسقسوني على الريجيم، انا ما زلت مع الريجيم تاعي ما قطعتوش، بصح ما رانيش منضبطه فيه. بصح ثاني من جهه واحده اخرى ما رانيش طالقه روحي من العرس تاع بنت حماتي، ما عاودش رجعت زعما ما رانيش ستريكت سوا في الريجيم كيما كنت لا غالب. بصح معليش نساعف روحي حتى النهار اللي نعول نرجع للريجيم، معليش ليسونسيال ما رانيش طالقه روحي هكا باش ما نقلبش هذوك الكيلوات اللي كنت نقصتهم. انا قلت لكم ولا ما على باليش، لا قلت لكم ولا لا راني منقصه 8 كيلوات على هذيك اللي ما بغيتش نعاود نردهم. صافي كي نشاهي حاجه نذوق منها ناكل شويه
وكي ما نكونش متشهيه راني شاده فمي، راني غالقاتو ما ندخل فيه والو. المهم حبيباتي هذا هو الملفاي، شوفوا شحال جا مقرمش، راني ديجا ذقت شويه. الفيديو يكشف زعما بغيت ندس عليكم. المهم حبيباتي والله غير يجي مقرمش هذا الملفاي، يجي هايل بزاف بنين. راح نخليكم تكملوا اللقطات الاخيره، رانا وصلنا للنهايه، ونقول لكم تبقاو على خير، تهلاو بزاف في روحتكم وسورتو في صحتكم، والى الملتقى الفيديو الجاي ان شاء الله. خلاص كمل الفيديو.